اليوم يا شباب جبت لكم مقطع لمخترع يمني من ابناء محافظه الحديده، كان يعمل في السعوديه من اول، وبعدين تكالبت على الظروف واغلقت الحياه ابوابها امامه، الا انه عاد الى الوطن، الى منزله الكائن في الحديده، وقام بصناعه اشياء ما تدخل العقل لاول مره تحصل في اليمن. انا بحط لكم المقطع ولا تنسوا من الدعم والمشاركه. طبعا ابراهيم الراجحي هذا مخترع يمني، مخترع يمني يستاهل الدعم والتقدير والمحبه والتشجيع. طبعا بيخترع اشياء كثيره. ايش بيخترع يا استاذ؟ الان في بدايتنا احنا صنعنا باور بنك، اللي نسميه احنا في البلاد احنا نسميه خازن. هذا اول باور بنك صنع في اليمن، مكتوب عليه صنع في اليمن، واحنا في صدد ان شاء الله صناعه اشياء ثانيه. هذه خوازن صراحه. هو معك مصنع ولا ايش؟ معي غرفه صغيره والله في البيت، واصنع من مجهودي الخاص، لا بتمويل ولا. اذا يا شباب والله انه يستاهل منا الدعم، سواء الاعلاميين، الاصحاب، الاصدقاء في الاعلام،